السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزيه. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نحضر معكم مافنز وميني كيك بنفس الخليط، مالحين كيجيو رائعين بالخضر. هكا وليداتكم يمكن لهم ياكلوا الخضر بلا ما يحسوا، وكيجيو زوينين بزاف، ينفعوكم في لي لانش بوكس مع الدخول المدرسي. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقه التحضير، كنتو اول مره كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونبداو بسم الله. عندي هنايا 3 ديال البيضات، من الافضل يكونوا الحجم ديالهم كبير. راس ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه غير ممتلئه ديال السكر الخشن، يمكن لكم تعوضوها بالعسل غير باش كيتحمروا لنا. كنخلط البيض مع المكونات وكنضيف معلقه صغيره ديال المطارد، شويه ديال الزعتر اللي كنحكو مزيان، شويه ديال الثومه بودره يمكن لكم تعوضوها بثومه طريه، شويه ديال المعدنوس مجفف يمكن لكم تعوضوه بمعدنوس طري، وجوج معالق صغار ديال الصوص صوجا اللي هي اختياريه، شويه الفلفل الاسود اولا الابزار، ونص كاس ديال زيت الزيتون. وكنخلط هاد المكونات. بالنسبه للمنسمات فهما اختياريين على حسب الذوق ديالكم. بعد ما كيتخلط الزيت كنضيف كاس غير ممتلئ ديال الحليب، يمكن لكم ايضا تضيفوا علبه ديال الزبادي وديروا غير نص كاس ديال الحليب. كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، كنضيف الكاس الاول والكاس الثاني كنضيف منه غير النص، وكنزيد عليهم كيس ونصف ديال البيكين باودر. كنكمل النصف الاخر ديال الدقيق وكنزيد 2 معالق. بالنسبه للقوام فخاصو يكون تقل من الكيك كما كتشوفوا معايا، هذا هو القوام. يعني انا درت 2 ديال الكؤوس و2 معالق كبار. قسمت الخليط على 2، يمكن لكم ديروا الميزان اولا غير عينكم ميزانكم. وهنايا عندي بصله كبيره مشلضه قليتها مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الفلفل الاسود والملحه. غادي ندير غير نصها في المافنز والباقي نخليه للميني كيك. هنايا عندي فلافل الوان نضيفهم كاملين، قليتهم حتى هما، يمكن لكم ديروهم خضرين الا بغيتو. كندير فرماج احمر محكوك، يمكن لكم تعوضوه بالجبن المثلثات. كنخلط هاد المكونات. وهنايا عندي مول ديال المافنز اولا الكاب كيك، كنخوي هكا. حاولوا ما تعمروهمش بزاف، ديروهم غير هكا لانهم كيتنفخوا. كنعمرهم غير شويه. وبالنسبه للمول فانا فضلت انني نديرهم بحال هكا. الا كان عندكم شي مول ديال السيليكون فيمكن لكم بلا ما ديروا هاد الكويغطات هادو. كنضربهم مع سطح العمل وكنزينهم بالبافو، يمكن لكم ديروا الزنجلان اولا السانوج اللي كتفضلوا، اولا تخليهم غير هكاك. بعد ما كنزينهم كنسخن الفران، ضروري تكون سخونه من قبل مزيان. كندخلهم الفران على نار مرتفعه، من الفوق كتكون غير متوسطه ومن تحت كتكون مرتفعه حتى كيتنفخوا كيطيبوا. كنتكهم بالكوردون بهذا الشكل هذا. كيكون ناشف، يعني كيكونوا طايبين. كنزينهم بشويه ديال الفرماج محكوك وكنرجعهم للفران غير كيذوب الفرماج وكنخرجهم. بالنسبه لمده الطياب ديالهم فكيطيبوا في 12 دقيقه تقريبا. وندوزو نصايبوا الميني كيك ديالنا. كنضيف علبه ديال الطون ديال الزيت اللي صفيتها من الزيت، شويه ديال الزيتون خضر مطحون وفرماج احمر، والباقي ديال البصله اللي خليت كنخلطهم. وكندهن المول بالزبده باش ما كيلصقوش. هنايا الزبده ذوبتها ودهنت بها هذا المول هذا ديال السيليكون. والافضل ديروا هاد الميني كيك هادو صغار بزاف، يعني ما ديروهمش كبار، باش هكا وليداتكم كياخذوا مثلا 2 3 يعني كيجيهم صغيورين وزويونين. المهم بعد ما كنكمل كنضربهم هكا مع سطح العمل باش كيتساواو. كنديرهم في الطاوه، كنسخن الفران وكندخلهم يطيبوا على نار مهيله غير من تحت هاد المره باش ما كيتشقوناش بزاف من الفوق. وبعد ما كيطيبوا كنحمرهم وكنخرجهم. بالنسبه للكريمه انا عندي هنايا 3 صفار ديال البيض مع 2 ديال الجبن المثلثات وشويه ديال المايونيز، شويه ديال الفلفل الاسود، وكنخلطهم مزيان. كنديمولي لي ميني كيك ديالي من بعد ما كيطيبوا وكيتحمروا كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للمده ديال الطيب فكيدوزوا هكا واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. كنزينهم بالكريمه اللي حطرت من قبل بالبيض، يمكن لكم تعوضوا هاد الكريمه غير بالجبن الابيض. كنزين هكا شويه بالبافو من الفوق. بالنسبه لهاد لي ميني كيك ديال الطون فيمكن لكمش تحتفظوا بهم، لان كما كتعرفوا الطون يعني خصكم يتكالوا في ساعتهم. وهنا غادي نوريكم المافنز ديالي اولا لي كاب كيك مالحين كيفاش كيجيو. صراحه كيجيو زوينين مهويين كما كتشوفوا. ومن الداخل كيجيو هكا فيهم الخضار، كيجيو لذاذ بزاف وزوينين. بالنسبه لهادو يمكن لكم تحتفظوا بهم في الثلاجه حتى ل5 ايام، ما كيخسروش، يعني فيهم غير الخضر. بالنسبه لهاد لي ميني كيك اللي بالطون فما يمكن لكمش تحتفظوا بهم، كيجيو هكا رطبين كما كتشوفوا معايا، رائعين ولذاذ بزاف. انا متاكده الا كلاوهم وليداتكم غادي يبقاو دائما يطلبوهم لكم. ويمكن لكم ديروهم هكا في لانش بوكس لوليداتكم، اولا الا كنتو خارجين هكا شي بيكنيك فكينفعوا بزاف. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكون عجبتكم الوصفات ديال اليوم وتجربوها وتخليو لي ارائكم في التعاليق. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.